أهلا بيكم شريف المصري وعينا أبي. بنكمل سمات وصفات رائد الأعمال. اتكلمنا على 3 صفات في الحلقة اللي فاتت: يتوقع التحديات، محب للعطاء، منصف. طيب، الرابع إن هو متوافق مع التكنولوجيا، لأن أذواق العميل بتتغير طبقا وحسب تطور التكنولوجيا، وإحنا عندنا أمثلة كتير للموضوع ده. هندي مثالين عالميين ومثال مصري. مثالين العالميين. كلنا عارفين مشكلة نوكيا، شركة نوكيا للموبايلات. كان تليفون قوي جدا، كان تقريبا في ايد اغلب الناس، كان واخد حصه كبيره من السوق، كان معتمد ان هو يكون بزراير مش تاتش. ما طورش نفسه، ما دخلش في التكنولوجيا، كان شايف ان هو كده كويس، واحنا عارفين نهايته. طيب، المثال التاني العالمي كوداك، كانت اكبر شركه بتتكلم في التصوير. كان حتى لما حد بيروح يشتري فيلم عشان يحطه في الكاميرا يصور بيها الطريقه بتاعت زمان بتاعت الكاميرات، اللي كان بيروح يتحمض وكده، يعني كان بيقول عايز فيلم كوداك، حتى لو الفيلم ما كانش اسمه كوداك، لو شركه تانية اللي مصنعاه كان بيقول كوداك، وكان بيشتري كمان الكاميرا كوداك. مع التكنولوجيا اللي اتوجدت وبقت بتتسجل بقى بطريقه تانية مختلفه و عارفين اللي حصل لكوداك. طيب، المثال الواقعي اللي احنا بعضنا قد عصره، السنترال بتاع زمان القديم ده. كنا بنخش السنترال نعمل مكالمة تليفون محلية أو دولية أو حتى محمول، ما بقاش فيه الكلام ده دلوقتي. يبقى أنا لازم أتوافق مع التكنولوجيا عشان ما أغلطش الغلطات دي. طيب، مع إن التكنولوجيا بتتغير، ولكن مثلا طلع برنامج مهتم بالفيديوهات، زي برنامج تاني قديم مهتم بالفيديوهات، بس ده بقى موجود وده بقى موجود، ده ما ضعفش من ده. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان انا بتكلم مثلا على التيك توك واليوتيوب. التيك توك لسه طالع، اليوتيوب موجود من زمان، ده بقى شيء اساسي وده بقى شيء اساسي. فيهم واحد واخد اغلبيه شويه عن التاني او لا، دي حاجه ملهاش ارقام محسوبه لحد دلوقتي. في تطور تاني، جوجل. احنا كلنا لقينا الدنيا كلها بتبحث على جوجل وطلعنا لقيناها كده، او كان برنامج تاني ما عادش فتره كبيره. طيب، دلوقتي في تطور تكنولوجي وشات بوت والحاجات دي، وبقت على حاجه تانية غير جوجل. يبقى احنا لازم نتوافق مع التكنولوجيا. رقم 5، الكفاءة والفاعلية. يعني ايه يكون عنده كفاءة وفاعلية؟ يعني ايه من احد سماته الكفاءة والفاعلية؟ هي مش الكفاءة زي الفاعلية، لا، مش زي بعض. ان انت يطلب منك تجري 10 كيلو متر خلال 10 دقايق، دي فاعلية. وانك تعمل ده يبقى انت حققت الفاعليه مظبوط، انت جريت ال 10 كيلو خلال 10 دقائق، زي الفل، مفيش مشكله خالص. طيب، لو انا جريت ال 10 كيلو خلال 8 دقائق مش 10 دقائق، يبقى دي كده الفاعليه انا نفذتها وبكفاءه، لان في وقت اقل. يبقى لازم يكون عنده كفاءه وفاعليه. ليه؟ عشان انا عايز اوظف وادير كل الامكانيات المتاحه مهما كانت ضعيفه وبسيطه في خدمه اهدافك ومشروعك بكفاءه غير عاديه. انا مش عايز اديرهم بس، انا عايز اديرهم بكفاءة غير عادية. 6، التفويض والثقة. مش معنى ان انا رائد اعمال ان انا هعمل كل حاجة بنفسي طول الوقت. انا مش هقعد شهور واسابيع وسنين بعمل كل حاجة بنفسي. انا اللي بقدم الخدمة، وانا اللي بقيمها، وانا اللي بشوفها كانت ناقصة ايه، وانا اللي بقرر ان العميل راضي ولا مش راضي، وانا اللي بنقل، وانا اللي بصنع، وانا اللي ببيع. مش انا اللي هعمل كل حاجة لوحدي. رائد الاعمال مش مطلوب منه يعمل كل حاجة لوحده، لكن لازم يكون في تفويض وثقة علشان يفوض بعض الناس، الشركاء، الموظفين، العمال اللي شغالين معاه بنسبة، شركائه في المشروع من الأساس، عشان يبدأ يفوضهم في بعض المهام براتب أو عمولة، أو حتى نسبة من الشراكة في المشروع، وإن هو يفضي نفسه ويهتم بالإدارة والتخطيط والمتابعة بعد اختيار شركاء النجاح وتوزيع المهام عليهم. رقم 7، القدرة على القياس، ودي مؤشرات الأداء. يعني حسب خطتك المحددة، المفروض ان احنا هنتكلم بعد كده في دورة خاصة عن الأهداف السمارت، الأهداف الذكية. المفروض الخطة بتاعتي بينطبق عليها بعض الشروط: محددة بوقت، قابلة للتنفيذ،
قابلة للقياس، حاجات كتير. بس خلينا دلوقتي في ان احنا بنتكلم القدرة على القياس اللي هي مؤشرات الأداء. لازم، لأن خطتي محددة بوقت ومجهود وأهداف ونتائج، كمان عشان أعرف أنا في الطريق الصحيح ولا محتاج أغير إحدى المسارات. يعني مثلا أنا مسافر من القاهرة لإسكندرية، المسافة بتاعتهم حوالي 220 كيلو، فأنا حاطط في خطتي إن أنا همشي بسرعة 90 كيلو في الساعة، يبقى أنا عارف إن أنا هوصل مثلا بعد ساعتين ونص. طيب، لكن لو أنا ماشي بسرعة أسرع هوصل في وقت مختلف، لو أبطأ هوصل في وقت مختلف. فأنا ما امشيش بسرعة 90 كيلو وبعد ساعة ونص، اللي هو المفروض أنا أوصل بعد ساعتين ونص، بعد ساعة ونص ياه أنا لسه ما وصلتش، لا في حاجة غلط، أنا أرجع بقى. الله، هو لسه ما جاش ميعاد إن أنت توصل أصلا. يبقى أنا في الآخر عندي محتاج حاجة أقيس بيها الأداء عشان أعرف أنا ماشي في خطتي مظبوط ولا ماشي غلط. أنا في حاجات محتاج أغيرها، محتاج أغير مسار، محتاج أعدل حاجة، لازم أبقى عارف الدنيا ماشية إزاي. 8 الإصرار. الإصرار على النجاح وتعامل مدروس مع أي تغيرات مفاجئة أو عادية. لازم يكون عندي إصرار. ما احنا قلنا هتنجح وبعدين تقابل تحديات تتعثر وتنجح وتتعثر. لو أنا ما عنديش إصرار يبقى أنا مع أول تعثر خلاص بقى أنا أشوف موضوع تاني، الموضوع ده مش نافع. لا كانت الفكرة غلط من الأساس. لا، يبقى أنا لازم يكون عندي إصرار على النجاح. توفيق ربنا فوق كل شيء، لكن لازم يكون عندي إصرار على النجاح. رقم 9 بقى، ودي نقطة محورية ومهمة جدا، الدراسة الميدانية، لأنها فكرة مدروسة بشكل صحيح، كيفية تنفيذها على أرض الواقع بنظرية مبتكرة وفريدة. الدراسة الميدانية لإيه؟ للمشكلة اللي مقابلة مجتمع اللي أنا عايز أحلله المشكلة، أو الفصيل من الناس أو مجموعة الناس اللي عندهم المشكلة اللي أنا عايز أحلها. لازم يكون في دراسة ميدانية مظبوطة. يعني ما اشوفش المشكله دي من على اليوتيوب وما اشوفهاش من على النت وما اسمعهاش من صحابي، لكن انا ما درستهاش دراسه ميدانيه، انا ما عشتهاش، انا ما سمعتهاش زي ما قلنا منصت، ما سمعتهاش من حد فعلا هو عنده المشكله دي. يبقى الدراسه الميدانيه. يبقى احنا اتكلمنا على بعض الصفات اللي هي الحد الادنى اللي تكون موجوده في رائد الاعمال. طيب، احنا كل الصفات اللي قلناها دي ممكن تكون موجوده بالفطره، وممكن نكتسبها وممكن نتعلمها، وممكن نشوف حد عنده الصفات دي يكون معانا. مش صفات صعبة، مش صفات صعبة، بكررها تاني، هي مش صفات صعبة، ومش صفات كلها لازم تكون مولودة معاك بالفطرة. وبعدين طيب احنا اتكلمنا على 9 صفات مهمة، انا لازم يكون فيها ال9؟ لا، فيا 5 كفاية، 5 كفاية. شوف حد تاني عنده ال4، اتعلم الباقيين. طيب انا ما عنديش ولا واحدة منهم، ابدا اتعلم 3 4 5، هكتسب واحده كمان بقوا 6، بقيت انا واقع وهشوف حد يساعدني في 3 في 2. هو ده المقصود من الدوره دي. طيب، احنا كده عرفنا رياده الاعمال، الفرق بين العمل التقليدي والعمل الريادي، عرفنا معرفه عامه عن رائد الاعمال، اتكلمنا عن بعض الصفات المهمه في رائد الاعمال. طيب، الخطوات الجايه هنتكلم بتوسع اكتر بقى في رياده الاعمال، عشان خلاص احنا داخلين على اننا نبدأ مشروع، ندرس مشروع، نشوف مشكلة ونحلها. هنحلها ازاي وهنفكر فيها ازاي وهنجيب الافكار لينا ازاي ومنين المكان اللي هنجيب منه الافكار، وهنعرف ازاي الفكرة دي مناسبة ولا لا. كل ده هنقوله مع بعض في خلال الدورة دي ان شاء الله. متشكر جدا ليكم، ويا رب نكونوا استفدنا كلنا مع بعض.